السلام عليكم، اهلا بكل حبايبي ومتابعيني واصحابي متابعين قناه كروشيه ام انس. فيديو جديد ان شاء الله هنشتغل مع بعض الشنطه الكيوت جدا القمر اللي احنا شايفينها دي. شنطه بناتي، ولا اسهل من كده ولا اشيك من كده ولا اروع من كده. حلوه جدا، شيك جدا، خفيفه وسهله ولذيذه. بصوا، ما اخدتش معايا غير 300 جرام واقل كمان من خيط المكرميه المصري. كلها بغرزه الحشو، بسيطة جدا وسهلة، ما عدا الكفر بتاعها او القلاب اشتغلته بغرزة البوب كورن. وكمان اشتغلت لها اليد الجميلة دي بغرزة حبل اللاسيه الروماني. حلوة جدا جدا زي ما احنا شايفينها اهو. واستعملت لها كمان قطعة السلسلة دي. اما بالنسبة بقى للقفل القمر البومة اللي احنا شايفينه ده، خطير، حلو جدا وشيك قوي قوي، وادى لمسة جميلة للشنطة. ودي طبعا القاعدة اهو. وكمان استعملت القطعتين دول اللي هما اسمهم كوبري او جوانب الشنطة. تعالوا بقى نفتحها من جوه. بصوا الشنطة واسعة طبعا اهو. انا ما ركبتلهاش بوري ولا بطانة علشان تبقى خفيفة وسهلة في الشغل كده وتخلص معاكي على طول. وبرده هي نظيفة من جوه وشكلها جميل اهو. ويلا بينا على طول نبدأ في طريقة التنفيذ. ولو عجبتك الشنطة وعجبك شكلها، ما تنسيش تسيبي لي لايك حلو، كومنت اعرف منه ان الشنطة عجبتك. يلا بينا نبدأ. زي ما قلت هستعمل خيط المكرمية المصري، سمك وسط، مش بحب السمك التخين ولا الرفيع قوي، الوسط الحلو ده، مع ابرة 4.5. اول حاجة انا هبدأ بجسم الشنطة كله. هشتغل 21 سلسلة. انا هبدأ بالامام مع القاعدة مع الخلف، كل ده هشتغله في قطعة مستطيلة واحدة بس، علشان انا قلت لكم ان شغلها سهل جدا، مفيش اسهل من كده. الشنطة كلها عبارة عن قطعة واحدة بس. اوكي، فانا هشتغل 21 سلسلة. خلاص كده خلصت ال21 سلسلة. هشتغل بقى عليهم كلهم بغرز الحشو، ولكن بقلب السلسلة وبشتغل من جهة الخلف. هقلب السلسلة زي ما احنا شايفين كده، وبشتغل على الحلقات الخلفية اللي بتبقى ظاهرة ورا على ظهر الشغل. وطبعا السلسلة بتكون معايا من تحت، وانا بشتغل على الحلقات اللي في ظهر السلسلة من فوق دي. اوكي، وهكمل لحد نهاية ال21 سلسلة. خلصت غرز حشو في الحلقة الخلفية للغرزة، وطلعوا معايا القطعة دي ادتني 15 سنتي زي ما احنا شايفين اهو، 15 سنتي. هكمل، هرتفع للسطر الجديد بسلسلة ارتفاع غرزة الحشو، وهبدأ اقلب القطعة عندي، وهشتغل فوق كل غرزة تحت الحلقتين عادي بقى بشكل طبيعي. انا قلت لكم انها مفيش اسهل من كده، كلها بغرزة الحشو. اوكي، المختلف عندنا بس هو هيكون القلاب، وهنشتغله طبعا مع بعض كله خطوة بخطوة. كل غرزة بقى هتقابلني تحت الحلقتين كده، حلقتين الغرزة اللي فوق دول بتوع حرف الفي عادي جدا. هشتغل غرزة الحشو بتاعتي لحد ما بوصل لنهاية السطر اللي هم 21 غرزة. برضو عدي غرزك كويس، ضروري جدا في كل سطر تعدي غرزك عشان تتأكدي انه العدد معاكي طالع مظبوط. ولما بوصل لنهاية السطر برجع ارتفع سلسلة وبقلب الشغل، وبشتغل رايح جاي رايح جاي غرز حشو على ال21 غرزة. ولما ارجع هقولك انا ارتفعت بكام سنتي. احنا محتاجين الامام زي ما قلت مع القاعدة مع الخلف. لما ارجع هقولك قياس كل حاجة منهم ايه، وهنقسمهم مع بعض. اوكي حبايبي، تمام كده ارتفعت عدد من السطور. طبعا انا مش عارفة كام سطر، او مش ضروري تعرفي انا ارتفعت كام سطر، لانه انت ممكن تشتغلي بنوع خيط مختلف عن الخيط اللي انا شغالة بيه ورقم ابرة مختلف. انا ارتفعت نظبط بس القطعة كده. ارتفعت 33 سنتي زي ما احنا شايفين كده. طول القطعة عندي 33 سنتي. لو جينا نقسمها مع بعض، انا محتاجة حوالي 14 سنتي للامام و14 سنتي للخلف، والقاعدة محتاجاها تكون 5 سنتي بس، مش كبيرة، اللي هي في المنتصف. فلو جمعنا ال14 مع ال14 مع ال5 سنتي هيدونا ال 33 سنتي.
هنيجي كده ال14 سنتي هحددهم اهو لحد هنا، دي بالنسبه لي مثلا وليكن الامام، ومن الجهه المقابله اللي تحت دي وليكن ده الخلف، برضو هقسمه اهو على 14 سنتي. هيتبقى عندي هنا في المنتصف 5 سنتي اللي هم هخليهم للقاعده. تمام كده عرفنا التقسيمه. هبدا بقى دلوقتي اشتغل في الكفر بتاع الشنطه. اول غرزتين هشتغل لهم حشو، دي كده بالنسبه لي اول غرزه. الغرزه اللي بعدها على طول دي تاني غرزه. اوكي، هبدأ بقى في شغل غرزة البوب كورن، هي هتكون تالت غرزة على طول. بلف الخيط على الإبرة، بنزل هنا في الغرزة اللي عليها الدور، بسحب خيط واطلع اكني هشتغل عمود بلفة بس مش هكمله. بلف الخيط وبخرج من حلقتين 2 بس، وبسيب الحلقتين موجودين معايا على الإبرة زي ما هم. برجع أكرر والف تاني، هنزل في نفس المكان في نفس الغرزة، بسحب خيط واطلع، وبرضو هلف الخيط واخرج من حلقتين ومش هكمل العمود للاخر. هلف الخيط تالت مرة وهنزل في نفس المكان تالت مرة، هسحب خيط واطلع وهلف واخرج من حلقتين بس. اوكي كده هيتفضل معايا على الابرة 4 حلقات بالشكل اللي احنا شايفينه ده. فبلف الخيط على الابرة وهخرج من ال4 حلقات كلهم مرة واحدة. وناخد بالنا ان غرزة البوب كورن بتتكون عندي على منطقة الظهر مش على منطقة الوش. بلف وبخرج كده من ال4 حلقات، وعلى طول الغرزة اللي جنبها او ال3 غرز اللي جنبها هشتغلهم غرز حشو. فدي كده اول غرزة، واول غرزة دي هي اللي بتبرز لي وبتحدد لي شكل غرزة البوب كورن. ودي كده تاني غرزة حشو، ودي تالت غرزة حشو. اوكي، شايفين بقى غرزة البوب كورن مش على الوش اللي انا اشتغلته، على الظهر. بصوا اتكونت غرزة منتفخة كده او حمصة او ترمسة زي ما تسموها، ليها اسماء كتيرة جدا، او فشارة او بوب كورن. اتكونت الجهة التانية المقابلة اللي هي جهة الخلف من شغلي، مش جهة الامام اللي انا بشتغل عليها. هكرر، هشتغل تاني غرزة بوب كورن جديدة. بلف الخيط وبنزل، بسحب خيط وبطلع من حلقتين، بلف وبنزل تاني مرة، بسحب خيط وبعدين بلف وبخرج من حلقتين. اوكي، وبرجع الف الخيط تالت مرة وبنزل في نفس المكان، اسحب خيط واطلع والف واخرج من حلقتين. اتفضل معايا 4 حلقات على الابرة. بلف الخيط وبخرج من ال4 حلقات كلهم مرة واحدة. طبعا عدد اللفات على حسب سمك الخيط اللي عندك. وبعد كده بشتغل 3 غرزة حشو جنب بعض، 1 2، ودي تالت غرزة حشو. لو الخيط بتاعك ارفع من الخيط اللي انا بستخدمه ممكن تنزلي في نفس الغرزة 4 مرات او 5 مرات، هتديكي فشارة اسمك من كده او اكبر من كده. لكن انا بالنسبة لي سمك الخيط اللي معايا ما يسمحش غير بالنزول في الغرزة 3 مرات بس، وانا شايفة ان هو كده شكله مناسب وحلو جدا. اوكي، وزي ما وضحت ان غرزة الفشارة بتتكون عندي في منطقة الخلف، كل غرزة فشارة والتانية بينهم 3 غرزة حشو. وهكمل بنفس الطريقة لنهاية السطر. وهشتغل برضو اهو غرزة بوب كورن جديدة مكونة من 3 أعمدة غير منتهية. بنزل في نفس الغرزة وبعدهم 3 غرزة حشو، وبعدين غرزة فشارة جديدة، وبعدين 3 غرزة حشو، وهكذا. وهنرجع لما نقرب على نهاية السطر، هنرجع ننهي السطر مع بعض. قربت على نهاية السطر، واخر غرزة اشتغلتها معايا كانت غرزة بوب كورن اهو زي ما احنا شايفين. هنا اتفضل معايا غرزتين حشو زي ما بدأت السطر بالظبط بغرزتين حشو. لازم انهي السطر برضو يكون فاضل معايا غرزتين حشو. فكده دي الغرزة الاولى ودي الغرزة التانية، وانا كده خلصت السطر. اوكي، يبقى ناخد بالنا ضروري جدا من حاجة، زي ما بدأت السطر بغرزتين حشو لازم برضو تنهيه بغرزتين حشو. وانا هنا عدد غرز الفشارة عندي 5 غرز على السطر ده. هبدأ في السطر اللي بعده على طول، وهيبقى كله عبارة عن غرز حشو فقط. هرتفع سلسلة، هلف القطعة بتاعتي كده بالشكل ده. هشتغل بقى على منطقة وش الغرزة غرز البوب كورن، وكل الغرز هتبقى بغرز الحشو، يعني هشتغل 21 غرزة حشو فوق ال21 غرزة. فهمر بالإبرة كده، دي بالنسبة لي أول غرزة حشو. الغرزة اللي بعدها تاني غرزة،
اوكي. بعد كده تالت غرزة دي اللي هي غرزة الفشارة، هشتغل فوقيها برضو. انا لو قلبت الغرزة كده هلاقي ان ليها طرفين اهو، او حرف في، ناخد بالنا ما ننساهمش. فهشتغل فوقيها برضو غرزة الحشو العادية بتاعتي علشان العدد ما يختلفش. فهنزل تحت الحلقتين كده بالإبرة، بسحب خيط وبطلع وبشتغل غرزة الحشو العادية بتاعتي اهو بالشكل ده. بعد كده الثلاث غرز حشو اللي كانوا في المنتصف بين كل فشارة والتانية هشتغل برضو فوقيهم 3 غرز حشو. ضروري جدا يا بنات ما ننساش غرزة، ضروري عدد الغرز معانا مهم جدا علشان على ما توصلي لاخر السطر يبقى موجود معاكي ال21 غرزة اللي انتي شغالة عليهم. بعد كده هتقابلني غرزة البوب كورن، هقلبها لورا شوية كده، هنلاقي انه الحلقتين بتوعها فوقيها على طول بس لورا شوية كده. هنزل بالابرة تحت الحلقتين بتوعها عادي وهشتغل فوقيها غرزة حشو. هيقابلني برضو ال3 غرز حشو اللي كانوا بين كل فشارة والتانية، هشتغلهم برضو غرز حشو، وهكذا هتستمر بنفس الطريقة لنهاية السطر. اوكي تمام كده خلصت السطر وعديت الغرز بتاعتي، طلعوا 21 غرزة حشو. اوكي هنبدأ بقى في السطر الجديد. هرتفع سلسلة، ارتفاع غرزة الحشو، وهلف القطعة عندي وهبدأ في تكوين غرز بوب كورن جديدة. بس المرة دي مش هبدأ بغرزتين حشو بس، انا هبدأ السطر ب4 غرزة حشو. فهنزل كده في اول غرزة هشتغل اول غرزة حشو، الغرزة اللي بعدها على طول تاني غرزة حشو. انا كنت بدأت السطر الاولاني خالص بتاع غرز البوب كورن كان بغرزتين 2 بس حشو. بعد كده السطر ده بقى هبدأه ب4 غرزة حشو، فهزود غرزتين كمان. دي الغرزة الثالثة معايا ودي الغرزة الرابعة. طب ليه انا بدأت السطر ده المرة دي؟ اشمعنى بدأته ب4 غرزة حشو؟ علشان انا محتاجة اني غرزة البوب كورن اللي انا هشتغلها دلوقتي دي لازم تكون في منتصف الغرزتين دول. شايفين انا هشتغلها هنا في منتصف الغرزتين دول. لو كنت بدأت السطر المرة دي بغرزتين حشو بس كانوا هيطلعوا غرز البوب كورن مرصوصين كأعمدة كده رأسية فوق بعض، لكن انا عايزة اشتغلها بالتبادل. كل غرزتين بوب كورن هشتغل في وسطهم واحدة جديدة. فهنزل كده نزلت مرة، وبعدين في نفس المكان هنزل تاني مرة، اسحب خيط واطلع وهلف الخيط واخرج من حلقتين، والف الخيط تاني وانزل تالت مرة، اسحب خيط واطلع والف واخرج من حلقتين. يبقى كده 3 مرات، اتبقى معايا 4 حلقات على الابرة، هلف واخرج منهم مرة واحدة. وبعدين ال3 غرز بقى العاديين بتوعي غرز الحشو اللي انا كنت بشتغلهم دول ثابتين معايا مش بيتغيروا. فكده 1. اوكي شايفين الغرزة البوب كورن قبت كده او اترسمت كده للخلف. وهكمل وهشتغل ال3 غرزة حشو بتوعي بعد غرزة البوب كورن، وبعد كده ببدأ في غرزة بوب كورن جديدة بين الغرزتين اللي هما في السطر السابق. فهنزل اسحب خيط واطلع واخرج من حلقتين، وانزل تاني اسحب خيط واطلع والف واخرج من حلقتين، وانزل لتالت مرة في نفس المكان، اسحب خيط واخرج من حلقتين. وكده باقي معايا 4 حلقات على الابرة، بلف لفة وبخرج منهم هما ال4 مرة واحدة. وبعد كده على طول بروح اشتغل ال3 غرز حشو اللي جنب الغرزة، وهكذا هكمل شغلي بنفس الطريقة. يبقى عندي سطر هكون غرز بوب كورن اللي هي غرز الفشارة، والسطر اللي بعده هيكون كله حشو. سطر بكون غرز الفشارة وبين كل غرزة والتانية 3 حشو، والسطر اللي بعده بشتغله كله حشو. وزي ما اتفقنا سطر من غرز البوب كورن ببدأه ب2 حشو بس، والسطر اللي بعده ببدأه ب4 غرزة حشو. هكمل بنفس النمط، ولما نرجع هعرفك انا اشتغلت كام سطر من غرز البوب كورن. كده حبايبي خلصت شغلي على القلاب واشتغلت 6 سطور من غرز البوب كورن، وطبعا بين كل سطر وسطر بيكون غرزة دور من غرز الحشو. دلوقتي الطول الكلي للشنطة عندي وصل ل45 سنتي، وانا قسمت اهو حطيت ماركرات. وبعد ما اشتغلت سطور البوب كورن اشتغلت 3 سطور من غرز الحشو رايح جاي بالشكل ده. انا محتاجة ان يكون عندي هنا مساحة بعد غرز البوب كورن، لانه المساحة دي انا هركب فيها القفل بتاع الشنطة. هنا قسمت القطعة بتاعتي بالماركر، ده الجزء بتاع الخلف وده الجزء الخاص بالقاعدة والجزء ده الخاص
بالامام، او العكس الجزء اللي تحت ده الخاص بالامام ودي القاعده وده الخلف. ولما اجي اطبق الشنطه بالشكل ده كده هيكون تحت الماركرين دول بتوع القاعده اللي هما ال5 سم اللي احنا قسناهم مع بعض، والقلاب هيبقى نازل على قطعه الامام. هكمل سطر داير ما يدور راوند كامل من غرز الحشو، بحيث اني ابروز القطعه بتاعتي وتبقى نظيفه وجاهزه على تشبيك الجوانب. فهبدا كده في نفس المكان اللي انا موجوده فيه ده، هدخل اشتغل تاني غرزه حشو، يعني غرزه حشو كمان عشان يبقوا 2. وهحاول اوجد لنفسي اماكن في نهايه كل سطر هشتغل قدامه غرزه حشو. كل سطر بقى، كل غرزه سطر هيقابلني في نهايته كده هنا هشتغل غرزه حشو. السطر اللي بعده هنا في نهايته غرزة حشو، واحاول اوجد لنفسي اماكن اشتغل فيها. اوكي، ولما بوصل عند الاركان بشتغل 2 غرزة حشو برضو زي ما بدأت هنا. لما باجي بوصل عند اي ماركر من اللي انا حطاهم دول بشيله وبشتغل مكانه غرزة حشو، وبرجع احط الماركر مكانه تاني. اي ماركر هيقابلني هشيله واشتغل مكانه غرزة حشو، وارجع احط الماركر تاني وهلف داير ما يدور حوالين القطعة كلها لحد ما بوصل للضلع الكبير ده هنا، لحد ما اوصل هنا وهوقف شغل. انا مش هشتغل على غرز دي تاني، مش هشتغل على ال3 سطور بتوع الحشو دول تاني، انا اكتفيت بال3 سطور بس. لما اوصل هنا هنرجع نكمل شغلنا. خلصت البرواز بتاعي او الراوند من غرز الحشو، وبقيت معايا القطعه شكلها نظيف جدا او زي ما احنا شايفين. دلوقتي هنبدأ نشتغل بقى القاعدة. هنا انا كنت بشتغل 2 غرزة حشو في نفس المكان علشان يديني كورنر شكله مظبوط. هبدأ اشتغل القاعدة وهعد الغرز اللي بين الماركرين دول. هعد الغرز هنا اللي في المنتصف، هلاقيهم ان هم 5 غرز. انا مش هعد الغرز اللي فيها الماركر نفسه، لا انا هعد الغرز دي اللي بين الماركرات. اوكي، انا هنا لقيتهم 5 غرز، فهبدأ ب5 سلاسل وهرتفع بعدد غرز بيساوي عدد الغرز دي اللي هي في قطعة الامام، سواء قطعة الامام او الخلف. عندي هنا 15 غرزة. اوكي، يبقى اذا لازم يكون عندي 15 سطر او 15 دور من غرز الحشو. فهعمل ايه؟ كل اللي انا هعمله ان انا هبدأ بعدد السلاسل بتوع القاعدة اللي هم ما بين الاتنين ماركر، وهبدأ ب5 سلاسل زي ما اتفقنا، وهرتفع سلسلة اللي هي ارتفاع غرزة الحشو. اوكي، يبقى انا كده ارتفعت سلسلة. هقلب القطعة على منطقة الظهر زي ما احنا متعودين ان انا بشتغل في اللبس الخلفية دي في الحلقات اللي بتبقى بارزة شوية دي، والسلسلة المعدولة معايا اهو على الابرة من تحت. هسحب خيط واطلع وهشتغل غرز حشو. كل حلقة من دول اللي هي بتكون مدياني نص دايرة كده او متنية كده هشتغل جواها غرزة حشو لحد ما يبقوا 5 غرز. اوكي، 4 5 غرزة حشو. بعد كده السطر اللي بعده برضو هيكون كله عبارة عن غرز حشو. هرتفع سلسلة، هقلب الشغل، فوق كل غرزة هتقابلني هشتغل غرز حشو، وهستمر بنفس الطريقة سطور رايح جاي بغرز الحشو. بس مش هشتغل 15 سطر، انا هكتفي بس ب12 سطر من غرز الحشو، والسطر ال13 وال14 وال15 هشتغلهم تناقص علشان يديني بوزة كده بتاعة المثلث. انا حابة انه القطعة اللي في الجوانب بتبدأ بقاعدة عريضة وبتنتهي في الاخر بسحبة مثلث كده. اوكي، فانا هكمل شغلي 12 سطر بس، ولما نرجع هنشتغل ال3 سطور تناقص مع بعض. تمام كده حبايبي، اشتغلت 12 سطر رايح جاي من غرز الحشو. اوكي، 12 سطر اهو. بعد كده هنبدأ بقى نتناقص ال3 سطور الجايين، عشان انا حابة يبقى في سحبة للمثلث كده. هعمل له قمة من فوق، فهرتفع السلسلة بتاعتي عادي اللي انا كنت برتفعها. هبدأ اقلب القطعة، اول وتاني غرزة حشو هشتغل لهم تناقص. هنزل هنا هسحب خيط، هسيب الحلقتين زي ما هما، هنزل في تاني غرزة اسحب خيط واطلع كده معايا 3 حلقات على الابرة، هلف واخرج بيهم منهم هما ال3 مرة واحدة. يبقى انا كده اشتغلت تناقص في اول غرزتين.
الغرزة اللي في المنتصف هشتغل غرزة حشو واحدة عادية خالص. الغرزتين اللي هي 4 و5 برضو هشتغل فيهم تناقص، هضمهم في غرزة واحدة. هنزل اسحب خيط واطلع، هسيب الحلقتين، هنزل اسحب خيط واطلع، معايا 3 حلقات على الابرة، هلف واخرج من ال3 حلقات مرة واحدة. يبقى انا دلوقتي اصبح عندي 3 غرز على السطر مش 5، لاني اشتغلت تناقص في اول غرزتين وفي اخر غرزتين. السطر اللي بعد كده هرتفع له بسلسلة، هقلب الشغل برضو تناقص في اول وتاني غرزة. انا معايا 3 غرز على السطر، تناقص في اول وتاني غرزة، اسحب خيط واطلع وهسيب الحلقتين معايا زي ما هما. هنزل في تاني غرزة، اسحب خيط واطلع واسيب الحلقتين، معايا كده 3 حلقات، هلف واخرج منهم هما ال3 مرة واحدة. وبعدين اخر غرزة معايا على السطر هشتغلها غرزة حشو واحدة بس. السطر اللي بعد كده برضو هرتفع له بسلسلة، هلف القطعة. دلوقتي معايا غرزتين 2 بس على السطر هشتغلهم تناقص. هنزل اسحب خيط واطلع واسيب الحلقتين، هنزل اسحب خيط واطلع، معايا 3 حلقات، هلف واخرج منهم كلهم مرة واحدة. يبقى انا كده السطر عندي قفل معايا على غرزة واحدة بس. وبعدين هاخد سلسلة كده لتأمين شغلي بالشكل ده. شايفين القطعة معايا عاملة زي المثلث ازاي؟ اوكي، والقاعدة على قد القاعدة بالظبط اهو. هسيب مسافة كافية معايا كده، وبعدين هبدأ ألسع الخيط، لانه المسافة دي اللي انا سبتها دي هي اللي هثبت من خلالها الجنب اللي انا اشتغلته في جسم الشنطة نفسها. هلضم طرف الخيط في إبرة التنظيف اللي هي السميكة اللي من غير سن بالشكل ده. وهجيب بقى الشنطة عندي، هحط القاعدة هنا على القاعدة، وهظبط المسافات كده بالنسبة لي. اوكي، شايفين بالشكل ده. ولازم قمة المثلث هتبقى فوق كده عند الامام. هبدأ تثبيت من هنا من عند قمة المثلث والطرف التاني. هبدأ اوصل الطرفين مع بعض، وهمر بطرف الابرة كده في اول غرزة من على جسم الشنطة. اوكي، وفي نفس الاتجاه، او حابة تخيطي رايح جاي يعني غرزة من هنا وغرزة من هنا مفيش مشكلة، انا هخيط بالنسبة لي في نفس الاتجاه بالشكل ده. وهشد الخيط كده تمام بالشكل ده، وهشد الخيط كويس، وهرجع اخد فتلة من هنا مع غرزة هدخل تحت حرف الفي من جسم الشنطة بالشكل ده، وتاني في نفس الاتجاه. لو حابة طبعا تخيطي كده غرزة كده وغرزة كده مفيش مشكلة. همر بالإبرة تاني في نفس الاتجاه، وهاخد فتلة من هنا او غرزة من على جسم الشنطة مع غرزة من على القطعة اللي هي قطعة الجوانب. هثبت بنفس الطريقة القطعتين مع بعض. ده شكل التثبيت، مديني زي شرط مايلة كده شكلها حلو. وهكمل لحد ما اوصل هنا للماركر ولقاعدة القطعة. وصلت لاخر غرزة اهو، اخر غرزة هشتغلها معاكم علشان هتكون مشتركة، يعني همر فيها مرتين، هتكون مشتركة بين الغرزة اللي فيها الماركر دي والغرزة اللي بعدها. اوكي، علشان تديني رسمة القاعدة. همر فيها تاني بالإبرة في نفس الغرزة، وهاخد بقى هروح على الغرزة اللي جنب الماركر. يعني انا دخلت بالإبرة مرة في الغرزة اللي فيها الماركر وخلاص بقى هشيل الماركر ده مش محتاجاه، وفي نفس الغرزة مريت بالإبرة وفي الغرزة اللي جنبها على جسم الشنطة علشان تديني قاعدة فلات كده ومنتظمة. هاجي بقى على القاعدة نفسها اللي هما ال5 غرز دول اللي انا اشتغلتهم، وهبدأ اثبتهم مع بعض، غرزة من هنا وغرزة من على جسم الشنطة. همر بالإبرة تحت الحلقتين كده وتحت الحلقتين اللي قدامهم على طول، وهبدأ اثبت. اوكي، وهاجي على الغرزتين اللي بعدهم على طول. انا بمسك القطعة بايدي كده علشان المكان ما يختلفش معايا. كل غرزة قدامها غرزة كده،
تمام بالشكل ده لحد ما اخلص تثبيت القاعدة كلها بالكامل. وبعدين هنتقل على جانب الشنطة بقى التاني بعد ما هثبت القاعدة دي كويس كده. واخر غرزة برضو هتكون مشتركة في الغرزة اللي فيها الماركر والغرزة اللي بعدها. وهثبت الجنب التاني بنفس الطريقة. انا خلصت تثبيت القاعدة، هاجي على الجنب التاني هظبط الشنطة بتاعتي كده، وهاجي على الجنب التاني برضو راس المثلث من هنا هتبقى واصلة عند الماركر من هنا، وهبدأ اسرج برضو اخيط غرزة من هنا مع غرزة من جسم الشنطة في نفس اتجاه الخياطة برضو. اوكي بنفس الطريقة لحد ما اوصل لفوق خالص لقمة المثلث. وبنفس الطريقة برضو اللي ثبت بيها الجنب ده هثبت برضو الجنب التاني بنفس الطريقة بالظبط. هثبت بقى الجوانب انا كلها مع بعض والجنب التاني كمان، ونرجع نشوف شكل الشنطة والخطوات البسيطة اللي باقيالنا على انتهاء الشنطة. خلصت كده، يعتبر احنا خلصنا تفاصيل الشنطة وركبت الجوانب بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده. شكل الجنب ناعم وفلات خالص اهو، بصوا طالع زي ما يكون مثلث او هو مثلث فعلا. اوكي الخطوة اللي بعد كده هركب القفل بقى بتاع الشنطة، بس الاول هركب بقى المسامير قبل ما انسى. المسامير القاعدة دي اوكي معايا مسمارين، هثبت واحد هنا في اليمين واحد في الشمال. بتدي اضافة جميلة جدا يا بنات لشغل الشنط، رغم ان هي خطوة بسيطة جدا ومسامير يعني بسيطة جدا ومتوفرة في كل المحلات بيع الخامات، بس بجد بتدي اضافة حلوة جدا لأي شنطة بتشتغليها. طبعا المسمار ده ليه سنون كده، انا مررتها من داخل الشنطة وهبدأ افردها بقى بالبنسة او بأي حاجة. والمسمار التاني برضو ليه قطعتين كده، هبدأ اجيب قطعة يمين وقطعة شمال. بعد كده هجيب القفل بقى الكيوت العسول ده على شكل بومة. بومة شكلها حلو جدا، بينفع قوي يعني مخصوص لشنط الاطفال، بيدي اضافة حلوة جدا. في قفال على هيئة دباديب كمان دلوقتي عملوها، يعني مدلعين الاطفال خالص. هجيب انا بقى الكفر او القلاب بتاع الشنطة ده، وعايزة تقسيه بالسنتي وتجيبي نصه، يعني نص الكفر بالظبط مفيش مشكلة. حابة بمجرد النظر بعينيكي كده برضو مفيش مشكلة. انا اللي عرفني المنتصف بالظبط اللي هم غرز البوب كورن، الاربعة غرز بوب كورن دول انا جيت في المنتصف هنا. اوكي وهبدأ اثبت كده بالشكل ده. انا معايا في غرز البوب كورن سطر كانوا 5 غرز بوب كورن، والسطر اللي بعده بقوا 4 غرز بوب كورن، فاخر سطر اشتغلته كان هو الاربعة البوب كورن. فجيت عند في منتصف الغرزتين بالظبط وركبت القطعة دي بالبنسة بقى، وهقفل عليهم كويس كده. هثبت على الجزء ده حلو قوي، هو برضو داخل الجزء ده فيه 4 سنون مدببة كده، فيهمني ان السنون دي تدخل داخل الغرز علشان بتمسك قطعة القفل دي كويس، وبعدين هتثبتي عليها وتقفلي عليها كويس كده. خلاص ثبتها كويس كده، اتأكدت ان هي اتثبتت حلو جدا. هشوف بقى اقفل الكفر كويس برضو، وهحط القطعة التانية كده عشان احدد مكانها. اظبطي الشنطة بتاعتك كويس جدا قبل ما تقفليها علشان تشوفي القلاب مظبوط في مكان ولا لا. برضو القطعة دي ليها سنين مدببين كده، همررهم من خلال الشنطة، بس الاول اشوف الجوانب كده. ايوه القلاب في مكانه اهو، الكفر مناسب جدا مع الشنطة وحددت الاماكن كويس. هبدأ بقى افتح القطعة دي اوكي، وهرجع القلاب لورا كده، ومن خلال السنون بقى اللي في القطعة دي هبدأ امررها كويس داخل الشنطة. هشوفها دخلت ولا لا من الجهة التانية. اوكي ولما اتأكد ان هي خلاص اتمررت في الجهة التانية داخل الشنطة، بجيب القطعة بقى التانية دي اللي هي بتقفل عليها من الداخل، دي بتثبتها لي اكتر. بمرر من خلالها السنون دي او الاطراف، وبعدين ببدأ اقفلها كويس بالبنسة. تمام وهو ده شكلها.
القطعة متركبة كويس جدا اهو، متثبتة كده تمام. هبدأ اقفلها بقى. شايفين قد ايه شكله رائع وكيوت جدا. هبدأ دلوقتي اجيب جوانب الشنطة دي، او بيسموها كوبري. انا جبت قطعتين علشان هثبتهم فوق هنا في اعلى الشنطة، ودول اللي هيثبت من خلالهم يد الشنطة. فهثبت واحد هنا كده في طرف الشنطة هنا من جهة اليمين، والقطعة التانية هثبتها جهة الشمال، برضو فيهم طرفين او سنين مدببين اهو، لازم يمروا من الجهة الداخلية للشنطة. اوكي، وعلى نفس المستوى كده هثبت القطعة التانية لحد ما بيمروا بقى من الجهة الداخلية للشنطة كده زي ما احنا شايفين. هما سهلين جدا، مش صعبين خالص، حتى مش محتاجين بنسة ولا اي حاجة. بايديك كده هتتني قطعة يمين وقطعة شمال، خلاص كده تثبتوا. عايزة تثبتيها اكتر بالبنسة كده مفيش مشكلة. اخر خطوة معانا وهي اليد. هنشتغل اليد وهشتغلها بطريقة حبل اللاسيه الروماني. هبدأ بعقدة البداية كده، هرتفع 2 سلسلة، 1 2. اوكي، هفوت اول سلسلة ارتفعت بيها وهروح للسلسلة اللي بعدها على طول، اللي هي اول سلسلة بدأت بيها. همر بالابرة، هسحب خيط واطلع بالشكل ده، وبعدين هشتغل غرزة حشو. هلاحظ انه عندي هنا اتكونت حلقة. شايفين الحلقة اللي في الجنب دي اهي، حلقة تحت كده باينة اهي واضحة. اول غرزة بس اللي بيتكون عندي حلقة، لكن بعد كده هيتكون حلقتين. همر تحتها بالابرة كده وهسحب خيط وهطلع وهكمل غرزة الحشو بتاعتي العادية. بعد كده هلاحظ انه الحلقة دي بقى بدأت تكون لي حلقتين، يعني في السطور اللي بعد كده هيبقوا حلقتين. همر بالابرة من تحت الحلقتين دول كده، هما واضحين جدا اهو على طرف الشغل. وبعدين بسحب خيط وبخرج من تحت الحلقتين، معايا برضو حلقتين على الابرة، هلف واخرج منهم هما الاتنين اكني بشتغل غرزة حشو عادية. هبدأ الف تاني في نفس الاتجاه، وبالابرة من تحت الحلقتين كده همر واطلع واشتغل غرزة حشو. هكرر تاني، هلف القطعة معايا كده، وتحت الحلقتين اللي متكونين عندي على الجوانب دول بسحب خيط وبطلع وبشتغل غرزة حشو. هكررها تاني كمان مرة، هلف القطعة كده، معايا غرزتين اهم اتكونوا عندي على الجوانب، بمر بالابرة من خلالهم، اسحب خيط واطلع واشتغل غرزة حشو. وهكذا هكمل شغلي. بصوا قد ايه شكله زخرفي كده لوحده، شكله جميل جدا. بفضل جدا اشتغل ايادي الشنط بحبل اللاسيه الروماني ده، شكله بيبقى جميل جدا في منتهى الجمال ورائع. هكمل بقى شغلي بنفس الطريقة لحد ما اوصل لطول اليد اللي انا محتاجاه، وهنرجع نشوف شكل اليد النهائي. خلصت اليد وهو ده شكلها. شايفين قد ايه شكلها جميل جدا ومتين كمان في نفس الوقت بالشكل ده. اشتغلت حوالي تقريبا متر او 120 سنتي، لان الشنطة دي البنوتة صغيرة مش كبيرة. وكمان انا هوصل السلسلة كده، انا قطعت قطعة من السلسلة حوالي 10 سلاسل بس، علشان هثبت السلاسل هنا في الكوبري ده او في جوانب الشنطة. حوالي 10 سلاسل بس. انا فتحت اخر سلسلة بالبنسة ومررتها من الكوبري ده او من القطعة دي، هظبطها كده، وبعدين هبدأ اجيب البنسة وهقفلها بقى كويس. لازم تقفليها كويس عشان اتأكد ان هي مش هتتفتح اثناء ما البنوتة شايلة الشنطة. هتك عليها بقى واقفلها كده كويس. اوكي بالشكل ده. وبرضو الجهة المقابلة هعمل نفس اللي عملته هنا، وهجيب اليد وبرضو هفتح الحلقة دي الاخيرة دي، هحاول افتحها بالبنسة كده. اوكي، همرر فيها البنسة كده وافتحها، وبعدين وهمرر اليد من خلال الحلقة بقى اللي انا فتحتها دي ما بين الغرز كده، بس يعني
يعني حاولي تدخلي جوه غرزة او غرزتين، ما تبقاش على الحرف بالظبط، علشان طبعا ما تدوبش في الاستعمال او ما تتقطعش. لازم تدخلي غرزة او اتنين كده في اليد. وبعد كده الحلقة مفتوحة اهو عندي، هجيب برضو البنسة وهحاول اقفل عليها كده. اوكي بالشكل ده. اوكي اقفلي عليها جامد بالشكل ده عشان ما تتفتحش. كده خلاص اتقفلت حلو اهو. وبنفس الخطوات اللي انا ركبت بيها السلسلة هنا، هركب بيها برضو بنفس الطريقة في الجهة المقابلة. وتمام كده شنطتنا الجميلة دي خلصت النهاردة. بتمنى تكون عجبتكم ونالت على رضاكم. سيبولي لايك وكومنت حلو لو عجبتكم الشنطة. ده شكلها النهائي. استنوني ان شاء الله في فيديوهاتي القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.